سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وكل ما كتمناو. ميني فلوق، واخا ديما انا روطا كيف العاده، واقيلا اخر وحده انا غنحط الحلوه ديال العيد هي انا. كما شفتوا هنايا حطيت لكم هذا الفلوق، هاد الميني فلوق هذا منين خرجت باش نكسي وليداتي، وقلت نضرب دويره ونوريكم شنو كاين شنو جديد. صورت لكم بعض اللقطات من بعد لي ماغازان، واخا كانت الدنيا عامرة ولكن حاولت ما أمكن ناخد غير نصور غير البلايص اللي خاويين. هنا كما شفتوا حويجات الدراري الصغار، راه صورت لكم من كل لقطة شوية شوية. وخليكم على فيديو في الاخير غادي نشارك معكم محبوبات الجماهير اللي هي الحلوه ديال الكوكو السميده، غريبه ديال الكوكو السميده اللي كتجي الصراحه عزيزه عليا بزاف، كنحماق عليها داكشي علاش كنصاوب هذه، ما كنفضلها على اي شكل واحد اخر ديال الحلوه. صراحه هي كتعجبني بزاف، داكشي علاش كتلقاوني ديما كنصاوبها في كل عيد. وخليكم على فيديو حتى تشوفوا الاخير ان شاء الله. وهنا غادي نخليكم مع بعض اللقطات ديال الحويجات اللي شريت لراسي ولوليداتي. نبارطاجي معكم واحد الصنيدلات زويونين صراحه، البنات عجبوني، غادي تشوفوا ما يعجبوكم، كانوا في المغازان ديال مروه. وغادي تشوفوا هنا وحده اختاريت، المهم راه قيستهم بجوجات. وهنا كنبارطاجي معكم الحويجات ديال الدراري الصغار. صراحه هاد الفلوق صورتو شحال هادي، غير شي سيمانه دابا، غير ما كانش عندي الوقت باش ندير ليه مونتاج، ما كنتش مساليه الصراحه. راكم عارفين مع رمضان مع الوليدات مع شويه الصلاه مع هادي ما كيبقاش لك الوقت. وهنا كما شفتوا السبرديلات ديال الدري الصغار، صراحه راه موجودين الحويجات، واخا هكا كلشي كاين تبارك الله، كلشي موجود. واخا مشيت مع الثلاثه انا كنت كنقول ما غاديش نلقى، ولكن لقيت صراحه الحويجات باقيين، لقيت كلشي باقي كاين. وهنايا رجعت لكم باش نعطيكم المقادير ديالي وطريقه ديالي انا اللي كنستعمل. راكم عارفين كل واحد كيفاش كيصايبها، كل واحد والطريقه اللي كيستعملها بها. هنايا عندي انا 4 ديال البيضات، وعندي كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت، 2 حامضات محكوكين قشره، غير القشره ديالهم الا كانت كبيره حامضه وحده، كانوا صغار 2. وعندي قبيصه ديال الملحه، وعندي كونفيتور هذاك اللي ديال الماكله ديال المشماش، ماشي داك الخفيف، ماشي ديال الحلويات البنات. هاد الثقيل هذا كيعطيها واحد التعليكه زوينه بحلوه. وعندي السميده وعندي الكوك وزوج ساشيات ديال الفاني درتهم. والكوك شريت من النوعيه الجيده، يكون داك الكوك ميدم باش كتجي زوينه كتصدق معاكم. هنا كما شفتوا درت 4 البيضات، درت زوج ساشيات ديال الفاني وجوج حامضات محكوكين كما قلت لكم. وغادي نضيف لهم كيسه ديال الملحه، انا كيعجبني ندير كيسه ديال الملحه في اي حاجه. وعندي كاس ديال الزيت وكاس سنيده كما قلت لكم، وغادي نضيف لهم مع كبار تقريبا ديال الكونفيتور. وعندي خميره الحلويات والكوكو السميده. وخليكم مع الطريقه كما شفتوا، راه كل واحد كيعرف يصاوبها، غير كتختلف كل وحده كيفاش كتصايبها من طريقه الى اخرى. المهم صراحه كتجي بنينه هاد الحلوه. والطياب راكم عارفين كديروها في الفران يكون سخون، وما كتشعلوا غير الفوق حتى كطيب، كتبدا تشق لكم، بعد كنهبطوها لتحت.
وهذا ما كان، وشاركت معكم طريقتي في الحليوه، وكنتمنى لا فيديو تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي لايك وديروا اشتراك في القناه باش يتزادوا معنا المشتركين، وقت ما حطيت شي فيديو جديده توصلكم ان شاء الله. وخليكم مع لا فيديو حتى تسالي. المهم غادي نخليكم مع الطريقه ديال الحلوه كما شفتوا. كنضيف كاس بكاس، راه كلشي باينه البنات، كلشي واضح في الفيديو. كنعبر بالكاس، واخا زربت لا فيديو هنايا باش ما يجيكمش فيه الملل. المهم انا خلطت غير بيديا. كاين بعض الاخوات شفتهم كيديروا في الخلاط الكهربائي، انا كنولف هاد الطريقه البلديه اللي موالفين كنصاوبوا بها الحلوه. كنخلطها غير فيك ساعه هكا بيديا، وطرفت البيض بيدي مع السكر، وضفت المقادير الاخرى حتى هي بيديا. وهنا كنضيف الكوكو بشويه بشويه، كنضيف كاس حتى كنطربو مزيان، ونعاود نضيف كاس واحد اخر. المهم درت 2 كيسان ونص ديال الكوك مع 3 الكيسان وقيله، ولا 2 ونص ما عقلتش. المهم راه مسجله هنايا الطريقه شحال درت من كاس ديال السميده. وباش تجيكم مزيانه ما تكثروش السميده البنات، خليوها جاريه شي شويه وخليوها ترتاح واحد الساعه، راه كتشرب هذيك السميده باش كتجي خفيفه، ما تجيش مدقسه وتجي ثقيله بزاف. كما شفتوا كندير بشويه بشويه وتنحرك، تنقيس بيديا. ملي كنشوفها باقا هكايا باقا رطيطبه كنزيد واحد شويه، ولكن في نفس الوقت ما خاصنيش نقوي السميده باش ما تجينيش كما قلت لكم ثقيله. خليتها هنا ترتاح. وعندي هنا سكر كلاصي سبيسيال من نوعيه جيده حتى هو. وغادي نبدا ندهن يدي بشويه ديال الماء زهر. انا راه ما ضفتش فيها البنات ماء زهر حيت ما كنديروش. هنا كندهن يدي شويه بالماء زهر، وكنكورها وكنديرها في هذاك السكر، ومن بعد كنحطها في اللاطه ديالي. من بعد غادي نورك عليهم بشويه هكا بصبعي، راه كلشي واضح في الفيديو. وغادي ندخلهم الفران ان شاء الله ويطيبوا. من بعد غادي تشوفوا في الشكل النهائي ديال الطابت كيفاش كتجي بنينه وزوينه. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه كما قلت لكم، ونتمنى يا ربي طول العمر العام الجاي ان شاء الله، والله يفرحكم. تهلاو في راسكم. السلام عليكم.